السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين. تعالوا بقى بينا النهاردة هنعمل الأول هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. قلوبنا مع إخواننا بغزة، وربنا يرحم شهدائهم، هم شهدائهم في الجنة إن شاء الله، ويشفي مرضاهم ويشفي جرحاهم، اللهم آمين يا رب العالمين. قلوبنا معهم، ما نملكش إلا الدعاء، ربنا ينصرهم على من يعاديهم يا رب، ويزلزل الأرض من تحت أقدام إسرائيل يا رب، يخفز بهم 7 أرض ويجعل كيدهم في نحرهم. النهارده قلنا هنعمل بقى ايه النهارده؟ انتوا عارفين بقى ايه؟ اكلات اللي هي بتاعت نص الشهر واخر الشهر والحاجات دي. اول مره اعمل معاكم طعميه. هنعمل معاكم طعميه. بصوا، جبنا فول مدشوش ونقعناه من امبارح اهو. بصوا الفول بقى عامل ازاي، شايفين؟ نقعناه، بصوا بقى طري ازاي اهو، شايفين؟ نقعناه الاول غسلناه زي الفل، خليناه زي الفل، وبعد كده نقعناه، وكل شويه كنا بنغير له ايه الميه بتاعته. ومعانا هنا ده اسمه يا بنات، اسمه ايه؟ كرات كرات اي حاجه. المهم ان ده بيبقى طعمه زي طعم البصل الاخضر وريحته زي البصل الاخضر. لو مش هتعملوا بالكرات ده، الطعميه ما بيبقاش ليها اي طعم ولا اي لازمه. ماشي. ومعانا هنا اهو حزمه شبت، حزمه سوري بقدونس، وحزمه كزبره ناشفه. ماشي، دي كزبره اهي، وده البقدونس. ماشي، هو مش هنحط عليه الا كده. دي المكونات بتاعت الطعميه. ومعانا هنا اهو 4 فصوص توم، لان احنا هنعمل ربع كيلو بس. 4 فصوص توم وبصلايه صغنونه، دي بصلايه صغنونه بس انا مقطعه. معانا قرن شطه اهو، قرن شطه حمراء وقرن شطه ايه خضراء. طبعا انتوا عارفين ماما زوزو عاشقه الحاجات السبايس. ماشي. ومعانا هنا اهو كمون، ومعانا كزبره، ومعانا ملح، بس مش هنحطهم دلوقتي، دول هنحطهم لما نيجي نقلي البتاع. وهنحط كمان سنه كربونات، اللي هي كربونات الصوديوم. ماشي يا حبايبي. هنبدأ بقى دلوقتي. نقول بسم الله، ونحط في الكبة اهو. هنحط في الكبة بتاعتنا الجديدة، هنحط البصل والثوم، وهنحط شوية فول كده اهو. علشان ايه؟ علشان نفرمهم. اللي ما عندهاش كبه تعمل في الخلاط. بس الفرق بين الكبه والخلاط ان الكبه مش بتحط لها ميه، لكن الخلاط بتحط له نص كوبايه ميه. بتحط نص كوبايه ميه عشان يخلي الخلاط يلف. احنا ملناش علاقه دلوقتي، احنا هنعمل ايه؟ هنعمل في الكبه. ماشي يا حبايبي. وهنحط اهو اي تقطيعه بقى، عشان هي كده كده الكبه هتفرمهم اهو. ماشي. هنخلي شويه هنا للدور الجاي. ماشي يا حبايبي اهو، شايفين؟ هنحطهم بقى كده وهنشغل بقى الكبه ونفرم. بسم الله. نفتح الكبه نقلبها شويه. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شايفين يا حبايبي؟ فرمتها اهي. بس احنا لسه عايزين ايه؟ عايزينها تنعم شويه صغيرين يعني. مش عايزينها تبقى زي العصير، لا، بس بس ننعمها يعني شويه. نحطها بقى ايه اهو. وهنحط الخضره اهي، الكرات مع الشبت والبقدونس، مع الكزبره والبقدونس. انا ما جبتش شبت، مش هحط لها شبت علشان الشبت بيسود الطعميه. ماشي يا حبايبي. الشبت بيسود الطعميه. انا حطيت لها بس حطيت لها بصلايه واربع فصوص توم، بصلايه صغيره واربع فصوص توم، وحطيت لها الكرات والكزبره والبقدونس.
ومش هنحط توابل، مش هنحط توابل دلوقتي غير بعد اما نيجي نقلي الطعميه. ماشي يا حبايبي. اهو هنبدا بقى نبتدي مع بعض. بسم الله، صلوا على النبي يا حبايبي. يلا نطحنهم بقى اهو. احلى طعميه هتاكلوها بطريقه ماما زوز. حطينا بقى ايه، هنقول الطريقه من اول وجديد. جبنا ربع كيلو فول مدشوش، غسلناه ونضفناه، نقيناه وغسلناه ونقعناه من بالليل للصبح. ماشي يا حبايبي. وبعد كده جبنا حزمه كرات وجبنا حزمه بقدونس وحزمه كزبره خضراء وغسلناهم، وجبنا بصلايه صغيره صغيره يعني مش كبيره، صغيره، واربع فصوص توم عشان ده ربع كيلو، وحطيناهم كلهم على بعض وفرمناهم زي ما انتم شايفين كده اهوت في الكبه وخلاص. والتوابل بقى مش هنحطها غير لما ايه، غير لما نيجي نقلي. ماشي. توابل مش هنحطها الا لما نيجي نقلي. انا مش هحط عليها غير كزبره ناشفه وكمون وبتاع ده، وبصوا على حرف المعلقه. وطبعا ملح، ما حطيناش برضو ملح. هنحط برضو على حرف المعلقه سنه كربونات، الكربونات كلنا طبعا عارفين الكربونات، عشان تبقى ايه، تبقى هشه كده وتبقى شايفين يا بنات، شايفين ايه رايكم؟ احلى طعميه دي ولا ايه؟ شايفين؟ هنحطها بقى. ونسيت اقول لكم ان احنا حطينا دي يعني حاجه اضافه من عندي، اللي هم قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر. انتوا طبعا اللي مش عايز يحط ما يحطش، هي مش اساسي فيها يعني يعني من مقاديرها مفيش فلفل. بس اللي عاوز يحط زي حالاتي كده، اللي بيحب الحاجه سبايسي يحط، اللي مش عاوز خلاص. هي بس اهم حاجه الكرات والشبت والبقدونس والكزبره. ليه بقى ما بنحطش عليها شبت؟ انا كزوزو ما بحطش عليها شبت. ليه بقى؟ علشان الشبت بيسود الطعميه. شايفين اللون الجميل؟ الله الله الله. ايه رايكم؟ احلى طعميه هتاكلوها لو عملتوا الطعميه بالطريقه دي. شايفين الجمال؟ شايفين اهي. احلى طعميه هتاكلوها لو عملته بالطريقه بتاعتي دي. طبعا الحبه اللي انا عملتهم اللي هم الفاتحين دول، في حبه تلاقيهم فاتحين وفيهم اللي هم فيهم الفلفل وفيهم البصل والثوم، واللي انا حطيتهم تاني مره اللي هم فيهم الخضره. انا دلوقتي بقلبهم بقى كده مع بعض، لازم اقلبهم كده عشان يندمجوا مع بعض كلهم، يبقى ايه، الخضره مع الثوم مع الفلفل، كل حاجه تبقى مع بعضيها. شايفين الجمال؟ ايه رايكم؟ والله ريحتها يا بنات، ريحتها خطيره. بصوا يا حبايبي، انا قناه قصص وحكايات زوزو، وانا ماما زوزو معاكم. اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس على الكل، علشان انا بعمل حاجات بسيطه. يعني انا مش بعمل حاجات معقده، يعني بعمل اكلات بسيطه وهيعجبكم القناه. قناه يعني متواضعه، وبعمل اكلات بسيطه بس ايه على اصولها، طعميه على اصولها. شايفين؟ ايه رايكم؟ اهي. انا المفروض افضل اضرب فيها كده اهوت عشان ادخل فيها هواء علشان تبقى هشه. ماشي؟ شايفين؟ اهي. في بقى ايه يقعدوا يفتكسوا ويضربوها بالمضرب، مضرب البيض معرفش ايه، لا قلبوها كده اهي، هتاكلوا احلى طعميه. احنا بقى هنعمل ايه، هناخد شويه نشيلهم في الفريزر، وهناخد شويه نعملهم قدامكم دلوقتي عشان نشوف الطعميه بتاعتنا وصلت لحد فين. بصوا حبايبي بقى، احنا هنقلل نشوف احنا ايه الطعميه بتاعتنا ايه اخبارها. بصوا هنا، بصوا على حرف المعلقه، بصوا حبه كربونات ولا سكر اهو. شايفين؟ وهنا حبه كمون اهو، معلقه صغيره، ومعلقه كزبره اهي، والملح. ماشي. ومعانا هنا بيضتين اهو. شايفين؟ هعملها بقى ايه طعميه بالبيض، روعه 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 روعه. ماشي يا حبايبي، حطوا لي لايكات بالله عليكم، حطوا لايكات وصلوا على رسول الله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر أخونا في فلسطين يا رب. اللهم انصر أخونا في فلسطين وثبت أقدامهم يا رب، وانتقم من اليهود الصهاينة يا رب، وانتقم منهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا رب. حط بقى البيض كده ماشي اهو. وانا بقى بحب اعمل افتكاسه بقى من عندي، وجربوها وهتبقى روعه. دي قطايه انا مقطعاها قطع صغيره خالص، احطها كده ماشي. جربوا بقى الطريقه دي، هتبقى عجه طعميه، عجه الطعميه ماشي، تبقى احلى طعميه هتاكلوه. انا كنت نفسي بقى ايه اخرط عليها قرن فلفل، بس انتوا عارفين ان انا حطيت الفلفل وانا بقى ايه، وانا بفرم الطعميه ماشي. ايه رايكم بقى؟ هتشوفوا بقى دلوقتي احلى طبق طعميه. وهنا بقى يا بنات شايفين اهو بقيه الطعميه اهي، عملنا كيسين اهم هنحطهم في الفريزر بدل ما نقعد ايه نشتري بقى من بره وكده. نعمل حاجتنا بايدينا اوفر وارخص ماشي وانضف ماشي يا حبايبي. واللي ما عندهاش كبه تعملها في الخلاط، بس عشان تعمليها في الخلاط لازم تحطي كوبايه ميه في الخلاط عشان الفول يلف معاكي، وبعد كده تصفيها بمصفى ايه، بمصفى سلك اللي هي زي دي كده، مصفى سلك بقى زي دي بس او الاكبر من دي، بعد ما تضربيها بالخلاط عشان هتبقى سايله طبعا عشان فيها ايه، فيها الميه. وتروحي بقى ايه واخده بقى بعد ما تصفي اللي انت طحنتيهم، تروحي ايه واخده حبه الميه اللي نزلوا بعد ما صفيتيهم في المصفى دي، وتروحي ايه حطهم في الخلاط تاني، وتروحي عامله بقيه الطعميه تاني، اللي بقيه الفول تاني. واخده بالك انت؟ واصله لكم الفكره؟ بس انا طبعا عملت بالكبه، المره الجايه ان شاء الله هعملها لكم في الخلاط وهتبقى زي دي بالظبط ماشي يا حبايبي. هنبتدي بقى نقليها ونشوف. والله العظيم 3 ريحتها يا بنات يا خبر ابيض، ريحتها روعه 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 روعه. ما تستغربوش الطماطم ديت، الطماطم دي هتستوي لما نحطها في الزيت وتبقى خطيره خطيره خطيره. حطوا لايكات يا حبايب ماما زوزو. يلا يا حبايبي بقى ايه، بسم الله هنقلي الطعميه. بسم الله بسم الله. انا بعملها كده بالمعلقه وبتطلع عادي، بدل ما اقعد اعمل بايدي واوسخ ايدي اهو. الله على الريحه يا بنات، والله العظيم الريحه خطيره، الريحه جميله جميله جميله. حطوا لايكات يا بنات يلا، وصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. حطوا اللايك حطوا اللايك. والله العظيم يا بنات جميله جميله جميله، ريحتها رائعه ريحتها رائعه. جميله خالص 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 كده. يعني تروحوا تشتروا الطعميه يا بنات، عاملين بقت الطعميه بقت عامله زي الحبايه اللي بنشتريها بتاعت الدواء من الاجزخانه. وانا قلت له اعمل لي طعميه مثلا اللي هي الكبيره، يعمل لك الطعميه ب3 جنيه. لا احنا نجيب ربع كيلو فول، ونجيب ب3 جنيه خضره وبصلايه صغيره وقعد احنا عملنا اهي اكله طعميه ونضيفه وجميله، وطعمها خطير 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 اهي، ولا كلفتنا اي حاجه. ومش عايزين تحطوا بيض ما تحطوش، انا بحبها بالبيض. لو انتوا مش عايزين تعملوها بالبيض ما تحطوش. لو عندكم سمسم وعايزين تحطوه على الوش حطوا، لو عايزين تحطوا على الوش كزبره حطوا، بس انا حطيت الكزبره ايه جوه البتاع، جوه عجينه الطعميه يعني. حبايبي حطوا لايكات يلا تتحمر ووريها لكم. يا حبايبي بصوا بنحمر الطعميه اهي، خطيره خطيره خطيره، شايفين روعه ريحتها والله العظيم 3، ريحتها عامله زي البفتيك بالظبط، ريحتها خطيره
شايفين شكلها جميل ازاي. دول لسه بقى ايه ما اتحمروش من الناحيه التانيه. نكمل نحط ايه معلقه كده. ايه رايكم في طعميه ماما زوزو؟ حطوا تستاهل لايك ولا لا؟ شايفين يا حبايبي بقى الطعميه احلى طعميه، احلى. شايفين والله العظيم ريحتها جميله جميله جميله. شايفين يا بنات؟ شايفين من جوه؟ الله 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 الله. شايفين الطماطم اهي روعه روعه. شايفين وادي الكيسين التانيين اهم اللي احنا عملنا. احنا خدنا كيس وعملنا كيسين اهم، هنشيلهم بقى الوقت تاني. ماشي يا حبايبي؟ بالله عليكم بالله عليكم اللي وصل معايا لحد هنا يحط لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. وادعوا لاخواننا في فلسطين ربنا ينصرهم، ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وجرحاهم وينتقم من الصهاينه المعتدين الغاصبين. اللهم امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.